السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فهاد القصة ديال اليوم فيها عبرة لينا كاملين، واش كنحمدوا النعمة ديال الله وغادي يزيدنا ويداوم علينا ولا لا؟ حيت الدنيا دوارة، تقدر تعطيك اليوم ولكن غدا تاخد ليك. يقدر ما يكون عندك والو اليوم ولكن غدا يقدر يكون عندك كل شيء. انت والقضاء والقدر ديالك. القصه ديال اليوم ما تلاش ديال الرجاله، كل واحد والهيئه ديالو وكل واحد والحاله الاجتماعيه ديالو وكل واحد والمرض ديالو. كان في واحد القريه اللي بعيده كان في واحد الراجل اللي عمى، كان ديما كيطلب الله باش يرد ليه البصر ديالو، ديما كيطلب الله باش يرد ليه البصر ديالو. وفي القريه الثانيه كان واحد السيد اللي برص فيه البرص كاع منقط وديما كيطلب الله باش يشافيه من هذاك البرص. وكان واحد الراجل في القريه الثالثه ما عندوش الشعر قرع، حتى هو كان كيطلب الله باش ينوض ليه الشعر يولي فيه هيئه زوينه. هذه كانت هي الامنيه ديالهم ثلاثه، كاع ولاو بخير. والله سبحانه وتعالى استجاب لهم لهذاك الدعاء ديالو وحيد عليهم هذاك الابتلاء. ولكن قبل ما يحيد لهم هذاك الابتلاء صيفط لهم واحد الملاك على هيئه رجل. هذاك الملاك مشى طرق الباب ديال هذاك الاقرع ولو ويقول ليه الاقرع بلي انا باغي يكون عندي غير الشعر وتكون عندي شي نعجه اللي نرعاها. صافي هذاك الملاك دوز عليه اليد ديالو ناض ليه الشعر وقال لي في هذيك النعجه الله يبارك لك فيها. الملاك مشى من عند الاقرع ويمشي عند الابرص. من يمشي عند الابرص قال لي الابرص بلي انا كنعاني من هاد الجلد هذا باغي يتحسن عليا وباش يولي عادي. داواه دوز عليه اليد ديالو ويقول ليه فاش كتفهم؟ ويقول ليه كنفهم في الابل. عطاه واحد الابل ويقول ليه الله يبارك لك فيه. مشى الملاك عند الاعمى ويقول الاعمى مناش كتعاني؟ ويقول لي انا ما كنبصرش باغي الله يرد لي النظر. صافي مسح لي الملك على داك العين ديالو ويرجع يشوف ويقول لي فاش كتفهم؟ ويقول ليه في العجو. صافي هذاك الملك عطاه عجل ويقول لي الله يبارك لك فيه. دازت ليام الله سبحانه وتعالى بغى يختبر الايمان ديالهم وهذيك النعمه اللي عطاهم وهذاك الشفاء اللي شفاهم بغى يختبرهم بهذا الشيء كامل. مشى هذاك الملاك عند القرع، مشى حتى هو بالسيف ديالو قرع وما عنده والو يشوف هذاك القرع واش يحن فيه ولا. مشى عنده قال لي اسيدي انا ما عندي والو، بغيت ندي شي نعجه من هادشي اللي عندك. ويقول لي القرع هادشي ولدتو كبير عن كبير يعني ما غادي تاخذ والو، سير الله يعطيك السلام. وهذاك الملاك يفكر ويقول لي ياك واحد الايامات كان ما عندك والو وكنتي حتى تقرع بحالي. ويقول لي اش كتخرب هادشي راه ولدتو اب عن جد. الملك ويدعي عليه. هذاك الملك ويمشي عند الابرص. من يمشي عند الابرص مشى هذاك الملك بالهيئه ديال الابرص حتى هو مشى كاع الجلد ديالو عامر ومشي يشوف هذاك الابرص واش يعطيه شي حاجه ولا لا. صافي غير وصل عنده بحال هكا ويقول ليه انت عندك بزاف ديال الجموله، عطيني جمل واحد نوصل به للدار ونولي ناخذ به الحليب كل صباح ونعطيه الاولاد. ويقول لي هذاك الابرص ما نعطيك والو حيت هادشي ولدتو اب عن جد وكبير عن كبير. داك الملك ويفكر ويقول ليه ياك حتى انت ما كان عندك واحد النهار والو كنتي برص. ويمشي هذاك الملاك ويدعي عليه. داك الملاك ويمشي للقريه الثالثه ويمشي عند الاعمى. مشى حتى هو اعمى ويمشي عنده رحب به هذاك ويقول ليه انا باغي غير نعجه من عندك نعطيها لولادي ناخذ بها الحليب ديالها ناخذ الحليب ديالها كل صباح. وهذاك الاعمى ويقول ليه خذ ما شئت ودع ما شئت. شوف الكرم. المهم القصه ديالنا كتكون هذه ساهله الدراري، كنتمنى تكون عجباتكم القصه. واللي بغيتكم تعرفوا هو ان راه اليوم يقدر ما يكون عندك حتى شي حاجه ولكن غدا يقدر يكون عندك كل شيء. مي اللي خاصنا نعرفوا باللي كاملين غادي نختار واش هذيك النعمه اللي نعم علينا بها الله واش غادي نعرفوا نتصرفوا بها ولا لا. كان معكم اخوكم ناتشو، بيس ليكم كاملين. ما تنساوش تدعمونا بجيم ولايك حيت محتاجينكم بزاف الخوت. تهلاو ليا في راسك. بيس.